السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية إن شاء الله. ميعادنا النهاردة في الفيديو الأول فيديو حل الأسئلة، أول فيديو حل أسئلة هينزل لحضرتك. نزل إمبارح أول درس في المنهج بتاعنا، شرح كامل مفصل فيه كل حاجة عن الدرس. أتمنى إن حضرتك تكون استفدت منه ويكون الشرح بالنسبة لك بسيط ومفيش أي حاجة صعبة عليك. وعندك الواجب بتاعك بيكون من كتاب الامتحان، اي سؤال بعد الدرس بتحله حضرتك. طب لو في حاجه واقفه معاك ابعتها لي او نزلها على جروب الفيسبوك، انا هجاوب على حضرتك بنفسي. النهارده هنعمل ايه يا مستر؟ النهارده هنحل مع بعض كتاب الاضواء. ليه كتاب الاضواء؟ عشان انت عندك كتاب الامتحان خلاص انت حليته، وكتاب الاضواء ده تاني اشهر كتاب عندك في الماده، فتبقى انت كده لميت بجميع الكتب اللي موجوده عندك في السوق، تمام؟ علشان تبقى ايه، خلاص يبقى انت لامم جميع الافكار اللي موجوده عندك في كل الدروس. طيب انا مش طالب من حضرتك ان انت تشتري كتاب الاضواء خالص، انا هنزله لك على جروب التليجرام، وهتلاقي الجروب اللينك بتاعه موجود في الوصف تحت. خلاص يلا بينا كده، مش عايز اطول عليك، يلا بينا نبدا عشان الفيديو ما ياخدش معاك وقت، عشان عارفك بتزهق بسرعه. يلا نبدا وسمي الله معايا. افتح كده الكتاب معايا على صفحه 21، هتلاقي بيقول لك الجزء الاول التركيب الذري للماده. تعال نبدا الاسئله وهنشرح في وسط الاسئله. قال لي اول سؤال بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه. يتكون صخر الحجر الجيري من ماده نقط: كربونات صوديوم، هيدروكسيد كالسيوم، كربونات كالسيوم، كربونات مغنيسيوم. افتكر كده معايا، كنا قايلين ان هو بيتكون من جزيئات صغيره من كربونات الكالسيوم، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم ج. تمام، الاجابه رقم ج اللي هي ثالث واحده. طيب بعد كده عندي تحتوي الاسمده على عنصر نقط الذي يعمل على اخضرار اوراق النباتات. تفتكر سماد ال NPK كان في عنصر مسؤول عن ان الورقه تبقى لونها اخضر، عنصر النيتروجين. الرمز بتاعه ايه يا مستر؟ الرمز بتاعه ان كابيتال. خلاص طيب اي مما يلي يعبر عن رمز العنصر الصحيح؟ البوتاسيوم بي. هل البوتاسيوم بي؟ لا، البوتاسيوم كي، يبقى اول اجابه ما تنفعش. طيب تاني واحده الفوسفور. الفوسفور حاطط لك الرمز بتاعها اف، الفوسفور الرمز بتاعه بي فور بن، بي فور بن كابيتال، يبقى تاني واحده ما تنفعش. الصوديوم اس، لا الصوديوم ده ان ايه. المغنيسيوم ام جي، يبقى الاجابه الرابعه رقم د هي اللي تنفع. خش على السؤال رقم 4، بيقول لي عدد البروتونات الموجبه في نواه الذره يعبر عن عدد النقط. افتكر معايا احنا بنشرح قلنا عدد البروتونات الموجبه اللي بيبقى موجود تحت العنصر. طب تحت العنصر دوت سميناه العدد الذري، يبقى الاجابه رقم الف. رقم 5، تحمل نواة الذرة شحنة نقط. نواة الذرة خلي بالك عشان انت عندك الذرة ليها شحنة معينة والنواة ليها شحنة معينة. قلت لك الذرة متعادلة كهربيا، اما النواة فهي موجبة الشحنة، يبقى الإجابة بتاعت السؤال دوت يبقى الأول إجابة اللي هي موجبة. طيب بعد كده بيقول لي أي العناصر التالية ليس من مكونات سماد ال NPK. طيب تعالى افتكر معايا، ال N ده اللي هو النيتروجين، البي الفوسفور، الكي البوتاسيوم. طيب اول واحد الفوسفور ده موجود عندي، الصوديوم لا، النيتروجين موجود، البوتاسيوم موجود، يبقى الاجابه الحاجه الوحيده اللي مش موجوده في السماد ده هو عنصر الصوديوم، الاجابه رقم بي. السؤال رقم 7 بيقول لي كتلة الإلكترون نقط كتلة البروتون. أنا قلت لك أصغر مكونات الذرة من حيث الكتلة هو الإلكترون، يبقى لما يقارن الإلكترون بأي حاجة تانية يبقى الإلكترون ده بيبقى أقل حاجة، فطبيعي السؤال ده هيبقى الإجابة رقم بي اللي هي تاني واحدة، يبقى كتلة الإلكترون أقل من كتلة البروتون. ركز معايا ما تسرحش. بيقول لي رقم 8، عدد الجسيمات موجبة الشحنة في ذرة الصوديوم. موجبة يبقى بروتونات، بروتونات يعني عدد ذري، يعني اللي بيتكتب تحت. طب هو كاتب لك ان ايه فوق 23 وتحت 11، يبقى انهي واحدة؟ قال لي تبقى ال 11 اللي تحت، يبقى الإجابة الأخيرة هي الإجابة الصحيحة. رقم 9، عدد الجسيمات متعادلة الشحنة في نواة ذرة عنصر الأكسجين. متعادلة الشحنة مستر يبقى نيوترونات، والنيوترونات أنا عرفت إن أنا بجيب العدد بتاعها إزاي؟ بطرح العدد الكتلي ناقص العدد الذري، فهو أعطيك الأكسجين 16 8، اطرح ال 16 اطرح منها 8 يطلع لك 8. بالله عليك ما تستخدم مخك، استخدم الآلة، تمام؟ عشان ما تتلخبطش، ما يجيش سؤال زي ده عبيط يوقعك. يبقى 16 ناقص 8 ب 8، يبقى الإجابة رقم 2. طيب تعالى السؤال رقم 10 بيقول لي إذا كانت نواة الذرة تحتوي على 8 بروتونات و8 نيوترونات فما العدد الإجمالي للجسيمات في هذه الذرة؟ ركز عشان السؤال ده مهم. مهم وبيجي يا مستر، بيجي. انت مش عارفك انه بيجي؟ انت معاك امتحان يا مستر؟ بيجي وانا بتاع مخلل؟ بيجي والله. ركز معايا، بيقول لي هنا طالما هو في 8 بروتونات موجبة يبقى طبيعي في 8 الكترونات
سالبة عشان يعمل التعادل، يطلع لي الذرة في الآخر متعادلة الشحنة. فكده عندي 8 بروتونات، 8 نيوترونات و8 إلكترونات. اضرب على آلتك 8 في 3 يطلع معاك ب 24 جسيم، اللي هي الإجابة رقم 3. بعد كده بيقول لي الكتلة النسبية لنواة العنصر X 4 نقط، الكتلة النسبية لنواة العنصر Y 12 6. اقول لك على حاجه، انت لو بص ضايع خالص بص عليها هتلاقي الاربعه اتحولت ل 12 يعني ضربناها في 3، الاثنين اتحولت ل 6 يعني برضو ضربناها في 3، يبقى الكتله بتاعت دوت تلت الكتله بتاعت التاني، تلت الكتله بتاعت التاني. باينه بالفهلوه، مش محتاجه ان انت تقعد تفكر فيها قوي. خلاص. السؤال رقم 12 بيقول لي عدد العناصر الداخله في تركيب جزيء كلوريد المغنيسيوم. كلوريد ومغنيسيوم، خلاص المغنيسيوم Mg والكلوريد Cl، يبقى كم عنصر؟ 2، يبقى الإجابة رقم أ. السؤال رقم 13 بيقول لي كتلة 1836 إلكترون تعادل تقريبا كتلة نقط بروتون. بص، هو كتلة البروتون بواحد وكتلة الإلكترون بواحد على 1836، لو جيت حسبتها هتلاقي إن كتلة 1836 إلكترون بتساوي كتلة واحد بروتون. كتلة إيه؟ واحد بروتون. يبقى عندي الإجابة رقم أ هي الإجابة الصحيحة. كده خلصنا الاختيارات. خش معايا على أكمل العبارات الآتية. تتركب المادة من وحدات بنائية صغيرة تعرف بإيه؟ أول حاجة خالص عرفناها بإن هي اسمها جزيئات. طب وبعد كده الجزيئات دي كسرتها لحاجات صغيرة تانية وسميتها ذرات، يبقى عندي جزيئات وذرات. يعتبر السؤال الثاني يعد نموذج نقط أول نموذج للذرة على أساس تجريبي. افتكر عندي أنا كان عندي كام واحدة؟ 3. أول واحد تمام لما جه العالم دالتون وقال لي انا بص حطيت مش عارف ايه لا كان عندي مين؟ الفلاسفه، فقالوا لي ان هم الفلاسفه مش عارف ما بتتجزأش. تاني واحد جه دالتون قال لي لا ده ممكن اجزأها وممكن لا. واخر واحد اشتغل عليها تطبيق كان العالم رذرفورد. يبقى السؤال دوت اجابته يعد نموذج رذرفورد اول نموذج للذره على اساس تجريبي. السؤال رقم 3 العدد الكتلي. ركز معايا، العدد الكتلي انا بسميه ليه اسم تاني، هو عدد النيوكليونات. النيوكليونات. طب قال لي العدد الكتلي ده بيساوي عدد ايه زائد عدد ايه؟ قال لي بيساوي عدد البروتونات الموجبه مع عدد النيوترونات السالبه، مجموعهم مع بعض بيطلعوا لي العدد الكتلي او عدد النيوكليونات. بعد كده تحتوي نواه الذره على نوعين من الجسيمات، نوعين من الجسيمات اللي هي مستر موجبه وسالبه ومتعادله. قول له يا عم اي نوعين فيهم؟ الكترونات سالبه، بروتونات موجبه، نيوترونات متعادله. اكتب اي اتنين فيهم خلاص. بس هو هنا عايز الموجب والسالب، فانت اكتب له بروتونات موجبه والكترونات سالبه. قال لي تدور الالكترونات حول نقط بسرعات فائقه. هي الالكترونات بتدور فين؟ قال حماده بتدور فين؟ قال لي بتدور حوالين النواه، صح؟ يبقى تدور الالكترونات حول النواه بسرعات فائقه في مدارات وهميه. هل انا سبتها كده بتطير لوحدها؟ لا، دي بتدور حوالين النواه في مدارات سميتها بمستويات الطاقه. خش بعد كده تتركز كتله الذره فين؟ فين فكر معايا تتركز فين؟ في الحاجه اللي في النص. ايه اللي موجود في مركز الذره؟ قال لي النواه بتاعتها. يبقى السؤال ده تتركز كتله الذره في النواه. نواة الذرة تحمل شحنة نقط بينما شحنة الذرة ذات نفسها نقط. افتكر معايا من شوية قلت لك ان انا عندي النواة ليها حاجة والذرة ليها حاجة. النواة تحمل شحنة موجبة، بس الذرة هتقول له لا دي ما فيهاش شحنة، دي متعادلة. ليه؟ عشان فيها بروتونات موجبة والكترونات سالبة. قال لي يتشابه جسيم البروتون مع جسيم النيوترون في نقط ولكنهما يختلفان في نقط. قال لي ان هما يتشابهان في الكتلة، كتلتهم الاثنين بواحد، صح؟ ولكنهما يختلفان فين؟ في النوع او في الشحنة، في نوع الشحنة. يعني عندي انا البروتون ده موجب اما النيوترون سالب. يلا بينا السؤال رقم 9. العنصر الذي تحتوي نواة ذرته على 3 بروتونات و4 نيوترونات عدده الذري بيكون كام؟ وعدد الكتلي بيكون كام؟ افتكر معايا تعريف العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة أو الإلكترونات السالبة. جميل. طب والعدد الكتلي هو مجموع عدد البروتونات والنيوترونات. يبقى هنا لما يجي يقول لي هنا العدد الذري يبقى هاخد له عدد البروتونات اللي هو 3، والعدد الكتلي اعطيني اهو بروتونات ونيوترونات اجمعهم مع بعض يبقى 3 و4 بيساوي 7. زي ما قلت لك ابوس ايدك استخدم الآلة بلاش مخك. خلاص اتفقنا؟ يلا بينا.
السؤال رقم 10 بيقول لي عندما يتساوى العدد الذري مع العدد الكتلي فإن هذا يعني عدم وجود نقط داخل النواة. ركز معايا، هو أنا لما كنت باجي أطرح العدد الكتلي من العدد الذري كان بيطلع لي عدد النيوترونات صح؟ طب أنا لو عندي عنصر وليكن زي الهيدروجين كان ليه نظائر لو تفتكر معايا، كان أول نظير له اسمه البروتيوم. اسمه إيه؟ البروتيوم. كان العدد الكتلي بتاعه بواحد والعدد الذري بتاعه بواحد. تعال اطرحهم من بعض هيديك صفر. الصفر ده اللي هو عدد ايه؟ عدد النيوترونات. يبقى لما بيتساووا مع بعض ما لا يوجد نيوترونات جوه النواه. يبقى السؤال دوت عندما يتساوى العدد الذري مع العدد الكتلي فإن هذا يعني عدم وجود نيوترونات داخل النواه. السؤال رقم 11 عنصر تحتوي نواته على 27 نيوكليون. قلت لك نيوكليون يعني دوت عدده الكتلي وعدد نيوتروناته 14 فإن عدد إلكتروناته، شفت جابها لك إزاي؟ طيب تعالى كده، هو أنا لما بطرح العدد الكتلي بطرح منه عدد النيوترونات بيديني العدد البروتونات الموجبة. طيب 27 ناقص 14 بقالتك هتلاقيه طالع معاك 13. خلاص ال 13 دوت هو عدد ايه؟ عدد البروتونات الموجبة، بس هو هنا طالب عدد الإلكترونات. فأنا لو تفتكر العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة أو عدد الإلكترونات السالبة. اتفقنا؟ يبقى هنا المفروض ان عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات، فانا طلعت البروتونات بكام؟ ب 13، يبقى اصبح معايا عدد الالكترونات برضو ب 13. السؤال رقم 12 بيقول لي عدد البروتونات في عنصر الكربون 12 6. عدد البروتونات، ما خلاص بقى انا اتعودت يا مستر عدد البروتونات يبقى العدد اللي موجود تحت اللي هو يساوي 6. السؤال رقم 13 في نواة ذرة الألمنيوم 27 13 عدد الجسيمات المتعادلة. يلا اطرح يا معلم، 27 ناقص 13 يبقى 14 نيوترون، وعدد الجسيمات الموجبة يبقى العدد الذري، يبقى هاخد العدد اللي تحت اللي هو 13. اتفقنا؟ أسئلة بتيجي سهلة، مفيش حاجة صعبة ومفيش حاجة سهلة. ممكن برضو ان هو يلعب معاك شوية في أسئلة مستويات عليا، وزي ما اتفقت معاك أسئلة المستويات العليا هتنزل لك يوم الجمعة بإذن الله. يلا بينا نخش على تالت حاجة، صح أو غلط. يكتب العدد الذري أعلى يسار رمز العنصر. هل ده العدد الذري؟ لا غلط يا مستر، ده العدد الكتلي. خلي بالك في صح وغلط، لو جات لك في الامتحان لازم تقرا السؤال كويس. ليه؟ عشان لو اقول لك صح وغلط بس انت خلاص كده كده هتحط صح وغلط، بس احيانا بيخدعك ويقول لك صح وغلط مع التصحيح، فحضرتك لازم تصحح. فارجو من حضرتك ان انت طلب منك ما طلبش منك حط العلامه وصحح. خلاص تعال نصحح هنا. يكتب العدد الذري اعلى يسار رمز العنصر. لا غلط، ده العدد الكتلي. يا اما اخليه اسفل يسار رمز العنصر، يا دي يا دي، اي تصحيح منهم هيتحسب لك صح. تقدر كتل الجسيمات دون الذريه بوحده الجرام. لا غلط، دي بتقدر بوحده الكتل الذريه. بوحده ايه؟ الكتل الذريه. يلا 3 في سماد ال NPK. عنصر البوتاسيوم له دور هام في تقويه الجذور. عنصر البوتاسيوم اللي هو البي كان ليه تقويه، هو صح، يبقى الاجابه صح. تدور الالكترونات رقم 4 تدور الالكترونات بسرعه فائقه داخل النواه. لا ده خارج النواه في مستويات طاقه، يبقى الاجابه غلط. الذره التي تحتوي على 13 بروتون و14 نيوترون و13 الكترون متعادله كهربيا. متعادله كهربيا، ما انت عندك عدد البروتونات ب 13 وعدد الالكترونات برضو 13، يبقى الاثنين زي بعض، يبقى اصبح ان هي متعادله كهربيا، السالب قد الموجب. رقم 6 النواه متعادله الشحنه بينما الذره موجبه الشحنه. لا غلط، ده العكس. العكس، خلي بالك من السؤال ده. رقم 7 يتساوى عدد البروتونات مع عدد الالكترونات في جميع ذرات العناصر. هل الكلام ده صحيح؟ لا طبعا. الكلام ده صحيح ولا لا؟ فكر معايا. قال لي يتساوى عدد البروتونات مع عدد الالكترونات في جميع ذرات العناصر، طبعا صح. اللي بيقول غلط ده في البلاله خالص، مش تبعنا. طبعا صح، لان هو تعريف العدد الذري هو عدد البروتونات او الالكترونات، فمعنى كده الاثنين حاجه واحده. السؤال اللي بعديه العدد الكتلي اكبر دائما من العدد الذري لجميع العناصر. هو الاجابه ممكن تكون صح، بس في عندي بعض العناصر بيكون هو طبعا اكبر، لان انا عندي عدد النيوترونات بيزيد بيبقى معاه، بس انا هنا هقول الاجابه صح لان العدد الكتلي دائما اكبر من العدد الذري. ممكن يتساوى مع العدد الذري بس عمره ما يكون اقل منه. البروتونات والنيوترونات هي جسيمات دون ذريه. صح، الاجابه صح. رقم 9. رقم 10 النسبه بين عدد البروتونات وعدد الالكترونات تساوي 1. صحيح. يعني ايه النسبه؟ يعني لو جيت قسمت الرقمين على بعض، مش انت كده كده عندك البروتونات
قد عدد الالكترونات. مستر، ما هما الاثنين تحت مسمى حاجه اسمها العدد الذري. خلاص، يبقى انت لما عندك 10 بروتون يبقى عندك 10 الكترون، اقسمهم على بعض هيطلع بكام؟ بواحد. صحيح. ادخل على السؤال اللي بعده. اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات الآتية. قال لي كل ما له كتلة وحجم ويشغل حيز من الفراغ. ده أعبط تعريف عندنا اللي هو بتاع المادة. طيب وحدة بناء وتركيب جميع المواد، قلنا أصغر حاجة فيها موجودة الذرة. عنصرين يدخل في تركيب الأسمدة يلزم، عنصر يدخل في تركيب الأسمدة يلزم لتقوية الجذور، قلنا عنصر البوتاسيوم الرمز بتاعه كي. عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل نواة الذرة. عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل نواة الذرة هو عدد الذري، العدد الذري. مجموع أعداد البروتونات والنيوترونات معا ده العدد الكتلي. يلا خش على رقم 6. جميع جسيمات شحنتها سالبة تدور حول النواة. قال لي دي تعتبر الإلكترونات. جسيمات موجبة الشحنة توجد داخل النواة. موجبة يبقى بروتونات. جسيمات متعادلة، متعادلة يبقى نيوترونات. على طول انت طالما مذاكر هتلاقي الإجابة معاك حاضرة، مش هتتأخر حتى في السؤال. الفرق بين العدد الكتلي والعدد الذري. الفرق يعني لما اجي اطرحهم من بعض، قلت لك لما اجي اطرح العدد الكتلي من العدد الذري بيطلع لي عدد النيوترونات المتعادلة. رقم 10. مركبات تستخدم في تحسين الإنتاج الزراعي. قال لي دي الأسمدة. طيب نوع من الأسمدة يحتوي على عنصر نيتروجين، فوسفور، بوتاسيوم. قال لي ده سماد اسمه ال NPK، وده أكتر سماد مستخدم عندنا في حياتنا. تمام. خش على السؤال رقم 5. بيقول لي اتفق العلماء على التعبير عن العناصر برموز كيميائية. ليه؟ قال لي ليسهل التعامل معها خاصة في المعادلات الكيميائية. ما أنا مش هستعمل العناصر دي كل واحد لوحده، أنا هيجي بعد كده هدخل العناصر دي كلها مع بعض في معادلات كيميائية كبيرة وطويلة، فعشان أسهل على نفسي حطيت لكل عنصر رمز خاص بيه. طيب رقم 2. نواة الذرة موجبة الشحنة. النواة اللي جوه موجبة الشحنة. أنا قلتها لك كده بيني وبينك بالبلدي إن أنت عندك بروتونات موجبة، صح؟ قلت لي وعندك جوه نيوترونات متعادله، يعني فيها موجب وفيها سالب، يعني اصبح عندك الموجب اكتر، اصبح عندك الموجب ايه؟ اكتر. فطبيعي هي هتاخد الشحنه اللي موجوده جواها اكتر، اللي هي الشحنه الموجبه، لذلك تعتبر النواه موجبه الشحنه. طب بص اللي بعديه عشان ما تتلخبطش، والاثنين دول بيجوا برضو في الامتحان. خلاص. الذره متعادله الشحنه. ليه؟ هتقول له بقى هنا لان انا عندي بروتونات موجبه والكترونات سالبه، والاثنين عددهم قد بعض، الاثنين عددهم قد بعض، فيعتبر الاثنين بيلاشوا شحنه بعض، فتعتبر هي متعادله الشحنه. رقم 4. تتركز كتله الذره في النواه. سؤال مهم جدا برضو. الكتله كلها موجوده في النواه جوه. قال لي ليه؟ قلت له لان انا عندي تحتوي النواه على بروتونات موجبه كتلتها بواحد. طيب وتحتوي كمان على نيوترونات متعادله كتلتها واحد. بس يا مستر دي بره في الكترونات. افتكر معايا قلت لك الالكترونات دي حجمها ضئيل جدا وكتلتها ضئيله جدا، فلذلك بهملها عند حساب كتله الذره. يبقى انا تتركز الكتله كلها فين؟ جوه النواه. رمز عنصر الصوديوم Na وليس SO كما هو متوقع. تمام. صوديوم بالانجلش بتتكتب SO. تمام. انما لما جيت بصيت عليه باللاتيني لقيته هو Na، فانا استخدمت انهي؟ انا بستخدم انهي يا مستر؟ بستخدم اللاتيني. خلاص يا نوسه، فركزي معايا. تمام. فانا بستخدم انهي؟ بستخدم اللاتيني اللي هو اوله Na. طيب رقم 6. العدد الكتلي غالبا اكبر من العدد الذري. ليه؟ هقول له مستر والله لان العدد الكتلي يحتوي على عدد بروتونات موجبه وعدد نيوترونات متعادله، فالاثنين بجمعهم على بعض. اما العدد الذري يعني غلبان في بروتونات موجبة فقط. اتفقنا؟ اتفقنا. السؤال رقم 6. ماذا يحدث عند عدم احتواء نواة ذرة العنصر على نيوترونات؟ لو النيوترونات دي مش موجودة قال لي هلاقي ايه؟ طب انت لو النيوترونات مش موجودة فالعدد الكتلي هيصبح بيساوي عدد البروتونات، والعدد الذري هيصبح برضو بيساوي عدد البروتونات، يبقى ساعتها هيتساوى العدد الذري مع العدد الكتلي لجميع العناصر. السؤال رقم 2. تساوي العدد الذري مع العدد الكتلي في ذرة عنصر الهيدروجين. خلي بالك السؤال مهم. أول سؤال يجي لنا دلوقتي أهو في الحصة بتاعتنا النهاردة عن النظائر، اللي هو إيه؟ قال لي يتساوى العدد الذري مع العدد الكتلي في ذرة الهيدروجين. قال لي هيطلع لي نظير للهيدروجين العدد الكتلي بتاعه بواحد
والعدد الذري بتاعه بواحد وسميته بالبروتيوم. سميته ايه؟ البروتيوم. ماذا يحدث عند الاستخدام المفرط للأسمدة في وقت الزراعة؟ يعني أنا على طول عمال أحط في أسمدة للأرض الزراعية. قال لي ممكن الأرض الزراعية دي يحصل فيها حاجة اسمها تلف، تبوظ الأرض. فطبيعي خلاص طالما حصل لها تلف مش هقدر أزرع فيها تاني، فأنا كده خسرت الأرض دي. اتفقنا؟ اتفقنا. أسئلة اذكر أهمية واكتب الرمز الكيميائي. تعال نحل مع بعض الرمز الكيميائي. اذكر أهمية هسيبها لك، هتحلها ولو في حاجة وقفت معاك تبعتها لي. اكتب الرمز الكيميائي للعناصر التالية. رقم 1 الكربون. الكربون لو تفتكر انت حفظت بقى خلاص الجدول اللي قلت لك عليه، فالكربون الرمز بتاعه سي كابيتال. طب النيتروجين ان كابيتال. الصوديوم افتكر الصوديوم بيتكون من حرفين، فانا عندي من قواعد الكتابه ان انا بكتب الحرف الاول كابيتال والتاني سمول، فهكتب ان اي. الان هيكون كابيتال والاي هيكون سمول. عنصر الكلور سي ال. خلاص انت اتعودت السي بيبقى كابيتال والال سمول. عنصر الكروم سي ار. خلاص السي هيبقى كابيتال والار هيبقى سمول. عنصر البوتاسيوم، البوتاسيوم بيتكون من حرف واحد اللي هو هيبقى الكي وهكتبه كابيتال. خلاص طيب خش بعد كده السؤال رقم 9. اعطيني بقى هو الرمز وعايزني انا اكتب له اسم العنصر. سي يو ده النحاس، ان ايه صوديوم، بي بي الرصاص، ال اي ده الليثيوم، اف اي الحديد، الاي جي ديت الفضه. بص انا طالما حافظهم هحل في ثواني مش هاخد ثانيتين. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. قال لي هنا ما المقصود برضو ده التعريفات احنا حلينا فوق المصطلح فتعتبر شبهها. قارن هسيبها لك تحلها. تعالى معايا في السؤال رقم 2 اللي هو السؤال رقم 2 في صفحة 23. خلاص السؤال رقم 2 عندك سؤال رقم 11 ده منقسم ل3 أسئلة. أول واحد قارن هسيبه لك. تاني واحد بيقول لي في الشكل المقابل اللي قدامك، قال لي الرمز زد دوت بيدل على ايه؟ قال لي تحت موجود تحت يبقى ده بيدل على العدد الذري. طب الرمز ايه؟ قال لي بيدل على العدد الكتلي. طب الفرق بينهم هيعبر عن ايه؟ هيعبر عن عدد النيوترونات. جميل جميل. خش على السؤال اللي بعديه. عنصر عدده الذري 11 وعدده الكتلي 23. انت لو واد صايع من العدد الذري والعدد الكتلي اللي خلاص ده ظبط في دماغك بقى ثبتها بقى احفظها. 23 11 على طول يبقى الصوديوم ان ايه. عايز عدد الالكترونات. عدد الالكترونات هو عدد البروتونات والاثنين بيتحطوا تحت اسمه مسمى العدد الذري، فهو عاطيني العدد الذري بكام؟ ب 11 يبقى عدد الالكترونات 11. عدد البروتونات 11. عدد النيوترونات الفرق بينهم 23 ناقص 11 بقالتك يديني 12. رقم 4 بيقول لي عنصر عدد بروتوناته 13 وعدد نيوتروناته يزيد عن عدد البروتونات بمقدار واحد. يعني هو عطيك البروتونات بكام؟ ب 13 والنيوترونات قال لك بيزيد بمقدار واحد. صح؟ قال لي صح. يبقى معنى كده ان عدد النيوترونات بكام؟ ب 14. طيب عايز مني ايه يا عم الحاج؟ قال لي عايز عدد الالكترونات. ما هو عدد الالكترونات هو عدد البروتونات اللي هو ب 13. طب عدد النيوكليونات بقى، بص جاب لك السؤال بطريقه ثانيه، بدل ما يقول لك هات لي العدد الكتلي قال لي هات لي العدد بتاع النيوكليونات. قلت له خلاص يا عم الحاج اللي انت عايزه. عدد النيوكليونات وهو العدد الكتلي يعني بجمع بروتونات زائد نيوترونات. عاطيني بروتونات بكام؟ ب 13 وعاطيني والنيوترونات قال لي بيزيد عنها بمقدار واحد. 13 و14 اجمعهم مع بعض يبقى 27. انزل على الجدول اللي تحت بيقول لك اكمل الجدول التالي. العنصر وعاطيني العدد الذري والعدد الكتلي وعايز نطلع باقي الحاجات. خلاص بقى احنا حلينا عنه كتير، فانا لو زودت معاك عن كده انت هتزهق. خلاص فهسيبه لك برضو تحله. يلا بينا حماده نخش على الجزء الثاني من الدرس اللي هو بتاع التوزيع الالكتروني ونظائر العنصر. يلا بينا نخش على الاختيارات. بيقول لي تخير الاجابه الصحيحه، يعني اختار الاجابه الصحيحه مما بين الاقواس او بين الحاجات اللي موجوده. عدد مستويات الطاقه في اثقل الذرات المعروفه كم مستوى؟ قال لي هم 7 مستويات كي ال ام ان او بي والكيو. عدهم على ايدك هتلاقيهم 7 مستويات، مش هضحك عليك والله ولا هخمك. خلاص طيب رقم 2 مستوى الطاقه الاخير للذره لا يتحمل اكثر من كام الكترون؟ افتكر 8. ما عدا عندي مستوى كي دوت الوحيد اللي بيتملى بكام؟ ب2. رقم 3 النظير الوحيد الذي لا تحتوي نواته على اي نيوترونات. افتكر كده معايا مين اللي كان ليه نظائر واخدنا عنه امثله؟ انهي واحد؟ عنصر الهيدروجين، خدنا عنه 3 نظائر. عنصر معفن كل ما يبقى قاعد فاضي يطلع لنا نظير
نظير جديد ليه. خلاص زي كده فاضل له بس حاجه واحده انه يفضل زملكاوي. خلاص هو فاضل له يبقى زملكاوي، يبقى كده كمل كل الحاجات المعفنه اللي في الدنيا. خلاص طيب يبقى عندي النظير الوحيد الذي لا تحتوي نواته على اي نيوترونات، يعني معنى كده ان عدد الكتلي بيساوي العدد الذري عشان لما اطرحهم من بعض يساوي صفر، يبقى هو البروتيوم اول نظير للهيدروجين. رقم 4 يملأ المستوى N قبل المستوى نقط، عدهم على ايدك هتلاقي بعد ال N بيوجد مستوى O، يبقى انا المفروض املى ال N قبل ال O، يبقى الاجابه هنا ال O اللي هو رابع واحده. رقم 5 يتشبع مستوى الطاقه M بعدد نقط. طيب K L M تالت واحد، تمام هو تالت واحد. انا قلت لك اي مستوى طاقه بيتشبع بكام الكترون؟ ب8 الكترونات، ب8 الكترونات. بس هو هنا بيكلمني عن مستوى لوحده، المستوى كام؟ التالت، المستوى التالت. لو حسبتها بالعلاقه بتاعتنا 2 ان باور 2 2 ان اس 2 2 نون اس 2، لو حسبتها 2 مضروبه في 3 اس 2 3 اس 2 بكام؟ ب9، 2 في 9 ب 18، يبقى الاجابه رقم ج. 6 عنصر مستوى الطاقه الخارجي له ام يحتوي على الكترون واحد. يعني بص هو قال لك عنصر يحتوي مستوى الطاقه الاخير بتاعه هو ام، يبقى كي ال ام. خلاص قال لي الام ده فيه واحد، خلاص يبقى اللي قبليك اكيد اتملى كامل يعني فيه 8 الكترونات، وعندك الكي بيحتوي على 2، يبقى 2 و8 كام؟ 10، والواحد اللي في الام يبقوا كام؟ 11. فبيقول لك هنا يكون عدد الذري كام؟ هقول له مستر يبقى 11. 7 عنصر مستوى الطاقة الأخير له M يحتوي على ضعف عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأول، ضعف مستوى الطاقة الأول. طب أنا مستوى الطاقة الأول عندي مين؟ الكي، ده بيحتوي على كام؟ بيحتوي على 2 إلكترون، معنى كده إن الإم اللي هو التالت بيحتوي على 4، يبقى 4 و8 و2 يبقى 2 و8 10 و4 14 إلكترون. طيب بعد كده بيقول لي رقم 8 العنصر الذي تحتوي نواة ذرته على 6 بروتونات. 6 بروتونات، يبقى انا في الاختيارات اللي عندي هنقي اللي العدد الذري بتاعها 6، يبقى استبعد الاخير، يبقى عندي اول 3. وبيقول لي كمان بيحتوي على 6 نيوترونات، اشوف بقى انهي واحد من الثلاثه اللي فاضلين، اطرح العددين من بعض يطلع لي 6. 4 ناقص 6 14 ناقص 6 فيها كام؟ هي مش هي، تمام؟ ما توجعش دماغك بالحسابات، مش هي. طب اول واحده 6 ناقص 6 صفر، يبقى الاجابه الصحيحه اللي هي 12 ناقص 6 ب6، يبقى اللي هي الاجابه رقم 2. كتله نواه نظير التريتيوم تساوي تقريبا نقط وحده كتل ذريه. التريتيوم اللي هو ثالث واحد فيه 3، العدد الكتلي ب3، يبقى بيساوي كام؟ 3 وحده كتل ذريه، اللي هي الاجابه رقم ج. رقم 10 يشير الرمز ان في العلاقه 2 ان اس 2 الى، قلت لك الان ده بيكون رقم ايه؟ رقم المستوى ولا عدد الالكترونات ولا رمز المستوى ولا عدد النيوكليونات؟ قال لي لا ده رقم المستوى، تمام؟ هو الاول ولا الثاني ولا الثالث وهكذا. طيب رقم 11 في الذره نقط يكون عدد البروتونات ضعف عدد النيوترونات، بمعنى ان انا لما اجي اطلع عدد البروتونات هنا هتلاقيه عندك بواحد، هتلاقيه عندك بكام؟ بواحد. طيب لو جيت قسمت منها العدد الكتلي قسمت منه هلاقيه بيطلع ب2، فاني واحد؟ الاولاني هيطلع بصفر لا، الثاني هيطلع بواحد لا، الثالث هيطلع ب2 ممكن، اللي بعديه يطلع ب8 لا، يبقى اني اجابه؟ الاجابه رقم 3. رقم 12 عنصر مداره الاخير ال يوجد به عدد الالكترونات مساوي لعدد الالكترونات في المستوى K، مستوى K بيحتوي على 2. طب KL يبقى هنا 2 و2 يبقوا 4 الكترونات، يبقى الاجابه رقم 2. رقم 13 عدد مستويات الطاقه المكتمله بالالكترونات في ذره المغنيسيوم. ركز هو بيسالك على ايه؟ بيسالك اللي موجودين فيهم مكتملين بالطاقه. هو المغنيسيوم كام يا مستر؟ قال لي العدد الذري 12، وزع، الكي هياخد 2، ال هياخد 8، يبقى كده 10، يتفضل لي 2 هحطهم في الام، يبقى عندي كام واحد مكتمل؟ الكي والال، يبقى عندي كام مستوى؟ 2، يبقى الاجابه الثانيه هي الصحيحه. خش على الجدول في السؤال رقم 14، بيقول لي الجدول التالي يوضح عدد البروتونات والنيوترونات ذرات بعض العناصر. اي ذرتين تمثلان نظير لعنصر واحد؟ اي ذرتين يتمثلان
يعني الاتنين بيبقوا هما نظير لعنصر واحد. طب عنصر واحد يبقى انا المفروض ابص على عدد البروتونات. ليه؟ لان انا لو تفتكر التعريف بتاع النظائر هي مواد تتشابه في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي. طب بص كده معايا، بص بص بص، هتلاقي عندك الاولاني 20، هل في حاجه معاه 20؟ لا. طب التاني في 16، طب في حاجه تانيه 16؟ 2 و3. طب 7، في حاجه فيها 7؟ لا. في حاجه فيها 8 اللي هي رقم 5 دي؟ لا. يبقى انا عندي الاثنين اللي بيتشابهوا في العدد الذري هم رقم 2 ورقم 3. يبقى الاجابه الصحيحه اللي يعتبر هم الاثنين نظائر الاجابه ج 2 و3. خلصنا الاختيارات، خش معايا على الاكمل. بيقول لي يحدد عدد الالكترونات اللازمه لتشبع الطاقه في مستويات الطاقه الاربعه الاولى من العلاقه 2 اس 2 ان اس 2. خلاص عرفناها. رقم 2، يتكون كل مستوى طاقه رئيسي من عدد من نقط تدور فيه الالكترونات باشكال مختلفه. كل مستوى طاقه رئيسي جواه عدد من المستويات الفرعيه، عدد من المستويات الفرعيه تدور فيه الالكترونات برضه. قال لي طيب رقم 3، تتفق نظائر العنصر الواحد في العدد ايه وتختلف في العدد ايه؟ قال لي تتفق في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي. طيب تزداد طاقة الالكترون كلما نقط من النواة. فاكر وانا بقول لك وانت بتشد الحبل، لو هم بعدوا وبقوا عددهم كتير هتشد بقوة، هتبقى خلاص مش قادر، صح؟ طيب يبقى كده كلما ايه عن النواة هتشد الالكترون جامد كلما ايه ابتعد عن النواة. طيب اقل المستويات طاقه هو اقرب واحد للنواه اللي هو المستوى كي. المستوى كي ده اقرب واحد عشان هو المستوى الاول. طب المستوى السابع كي ال ام ان او بي كيو. طب اعلاهم طاقه اخر واحد اللي هو الكيو. رقم 6 بيقول لي يتشبع مستوى الطاقه الاول بنقط الكترون. الكي بيتشبع بكام؟ ب2 الكترون. طيب بينما يتشبع مستوى الطاقه الرابع، اعطاك رقم المستوى، يلا احسب. 2 مضروبه في 4 اس 2، 4 اس 2 ب 16. والله ما هخمك في الاله، احسبها هتلاقيها 16. 2 في 16 ب 32 الكترون. يبقى يتشبع المستوى K ب 2 الكترون ويتشبع المستوى N بكام الكترون؟ 32 الكترون. رقم 7، يحتوي مستوى الطاقة M لذرة عنصر الألمنيوم على كام إلكترون؟ وزع. 2 8 3، ما هو 13 يبقى 2 8 3 كي ال ام. يبقى الام بيحتوي على كام واحد؟ على 3 الكترونات. طب في ذرة عنصر الكبريت بقى قال لي يحتوي على كام؟ كي ال ام 2 8. هنا الكبريت كام؟ 16 يبقى 2 8 6. يبقى بيحتوي في الكبريت على كام؟ 6 الكترونات. رقم 8، يملأ مستوى الطاقة M بالإلكترونات قبل ملء المستوى نقط كي ال ام. مين اللي بعد الام؟ كي ال ام ان. يبقى مين اللي هيتملى الاول؟ الام هيتملى قبل الان، هيتملى قبل الان، وهيتملى بعد كي، والال هيتملى بعد ال وقبل الان. خلاص. النسبة بين عدد النيوترونات وعدد البروتونات في نواة نظير عنصر التريتيوم، نواة نظير عنصر التريتيوم اللي هو فيه 3، تمام، عدد كتلي. عايز بقى احسب العدد بتاعها. طيب انا عندي كام نيوترون فيها؟ 3 ناقص 1 فيها كام؟ 2. طيب هو عنده 2 نيوترون و1 بروتون. لو قسمت 2 على 1 هتلاقي النسبة طلعت لك 2 إلى 1. 2 إلى 1. خش بعد كده على السؤال الثالث اللي هو صح وغلط. يلا بينا. بيقول لي هنا تتفق نظائر العنصر الواحد في العدد الكتلي وتختلف في العدد الذري. لا غلط، وانا قلت لك قبل كده اول ما تلاقي صح وغلط صحح من غير ما يقول لك هو صحح لي الاجابه. يبقى هي بتختلف في العدد الكتلي وتتفق في العدد الذري. طيب رقم 2، لا تنطبق العلاقه 2 ان اس 2 على مستوى كي. لا طبعا تنطبق، هي تنطبق على اول 4 كي ال ام ان، بس من بعديها لا تنطبق. حط لي اي رمز بعديها. طيب رقم 3، تقل طاقة المستوى كلما ابتعدنا. لا دي تزداد، ما انا قلت لك هي بتشدها بقوة فهي هتزيد الطاقة بتاعتها. جميل جميل. رقم 5، العنصر الذي عدده الذري 3 تترتب الكتروناته في 3 مستويات. عدده الذري 3، الاول هياخد 2 واللي بعديها هياخد 1، يبقى 2 1 عددهم كام؟ مجموعهم 3، يبقى هتتعمل في كام مستوى؟ 2 مستوى طاقة مش 3، يبقى الإجابة غلط. رقم 6، يتساوى عدد النيوترونات مع عدد البروتونات في نواة ذرة التريتيوم.
هل الكلام ده صح؟ لا، انت لو طرحت 3 ناقص 1 هيطلع لك 2 نيوترون، وهو عنده كام بروتون؟ عنده 1، يبقى لا يتساوى. طب هيتساوى فين؟ قال لي هيتساوى في ال الديوتيريوم اللي هو تاني نظير. رقم 7، يتشبع مستوى الطاقة ال بعدد الكترونات من مستوى الطاقة ان. هل الكلام ده صح؟ لا طبعا غلط. ليه؟ لان انا قلت لك كل مستويات الطاقة بتتشبع بعدد الالكترونات 8. طب هو لو كلمك عن المستوى لوحده هحسبها بالعلاقة 2 ان اس 2. طب كي ال ام ان، خلاص دول هتنطبق عليهم العلاقة، يبقى حتى لو انطبقت عليهم العلاقة برضو مش هيبقوا متساويين مع بعض. طيب رقم 8، طاقة المستوى ان اقل من طاقة المستوى ام. كي ال ام ان. خلاص مين اللي ابعد؟ الام. يبقى مين اللي اكبر؟ الان. يبقى طاقة الان اقل، يبقى الاجابة هنا غلط، دي تبقى اكبر. طيب بعد كده، العنصر الذي يحتوي على 15 نيوترون و14 بروتون، تترتب الكتروناته في 3 مستويات 14. يبقى انا هوزع ال 14، هل انا هوزع النيوترونات ولا البروتونات؟ لا، انا هوزع العدد الذري. العدد الذري اللي هو عدد البروتونات اللي هم 14، يبقى 2 8 4. هل دول 3؟ 3، يبقى الاجابه هنا صح. رقم 10، مستوى الطاقه الاخير لذره المغنيسيوم يوجد به 2 الكترون. لو حسبتها هتلاقيها صح. تعالى وزع ال 12 2 8 2، يبقى الاخير فيه كام الكترون؟ 2 الكترون. 11، يملأ مستوى الطاقة ام بالالكترونات قبل المستوى الطاقة ان. كي ال ام ان. الام الاول وبعدين الان، يبقى هل مين اللي هيتملى الاول؟ الام، يبقى الاجابة صح. خش معايا على اللي بعد كده، بيقول لي اكتب بقى المصطلح العلمي. مناطق وهمية تدور فيها الالكترونات حول النواة. قلت لك مناطق وهمية يبقى على طول مستويات الطاقة. طيب رقم 2، صور مختلفة لذرات العنصر الواحد تتفق في الذري وتختلف في الكتلي النظائر. طيب بعد كده، نظير الهيدروجين الذي لا تحتوي نواته على اي نيوترونات هو اول نظير اللي هو اسمه البروتيوم. اسمه البروتيوم. خش بعد كده على علل اختلاف طاقة الالكترونات في مستوى الطاقة المختلفة. ليه بتختلف طاقة الالكترونات؟ لان انا هقول له لاننا كلما ابتعدنا عن النواة زادت طاقة المستوى فهتزيد طاقة الالكترون، وكلما اقتربنا تقل طاقة المستوى فتقل طاقة الالكترون. رقم 2، يملأ المستوى كي بالالكترونات قبل المستوى ال. هقول له لان المستوى كي هو اول مستوى، ده اقرب مستوى للنواة، وبعديه يليه على طول المستوى ال، يبقى هو اللي هيتملى بعديه. يبقى هملى الاول الكي وهملى بعديه ال حسب نظرية التوزيع الالكتروني اللي خدناها. خلاص انا بملى مستويات الطاقة بالترتيب. رقم 3، تتفق نظائر العنصر في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي. ليه السبب؟ ان السبب التغير بيحصل فين؟ بيحصل في عدد النيوترونات، والنيوترونات دي موجودة فين؟ في العدد الكتلي، فطبيعي العدد الكتلي هيتغير بس العدد الذري اللي هو بتاع البروتونات هيفضل ثابت. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بينا. يتشبع المستوى ان بعدد 32 الكترون. ليه؟ لانه هقول له لان تبعا للعلاقه الرياضيه 2 ان اس 2. طبعا للعلاقه ديت المستوى ان ده هو المستوى رقم 4. تمام؟ لو طبقت عليه العلاقه هلاقي فيه 32 الكترون. رقم 5، يتساوى العدد الذري مع العدد الكتلي للبروتيوم. ليه؟ لان دوت احد نظائر عنصر الايه؟ افتكر معايا، هيدروجين، صح كده؟ فبيتفقوا مع بعض في البروتيوم لان البروتيوم لا يحتوي في نواته على اي من نيوترونات، يعني ما فيهوش ولا نيوترون، فطبيعي طالما ما فيهوش نيوترون هيبقى فيه بروتونات بس، فطالما فيه بروتونات يبقى هيتفق الكتلي مع الذري. ما النتائج المترتبة على اختلاف عدد النيوترونات في أنوية ذرات العناصر؟ أنا افتكر معايا تعريف النظائر هي عناصر تتفق في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي، صح؟ قال لي صح. طيب طالما هي بقى اختلفت في النيوترونات فهتختلف في الكتلي، فهيكون لي نظائر. يبقى ايه النتائج اللي هتترتب؟ قال لي هيكون لي نظائر أخرى أو صور أخرى للعنصر. ابتعاد الالكترون عن النواة بالنسبة لطاقة الالكترون. قال لي كلما ابتعدنا عن النواة تزداد طاقة الالكترون، فبيقول لك ايه اللي يترتب ان هو لو بعد ايه اللي هيحصل؟ قال لي هيحصل ايه؟ قال لي ان طاقة الالكترون هتزيد. طيب رقم 3، عدم وجود نيوترونات في نواة ذرة البروتيوم. ايه اللي هيحصل؟ قال لي هيحصل ايه؟ قال لي هيتساوى العدد الذري مع العدد الكتلي. عندي وضح بالرسم
تمام. التوزيع الالكتروني هحل معاك اول اتنين، سي ال 35 17 هوزع هوزع العدد الذري اللي مكتوب تحت. يلا ال 17 يبقى كي ال ام 2 و8 و7، 2 و8 كام؟ 10 و7 17 يبقى هيتملى في 3 مستويات. خش اللي بعدها الان 14 7، الان 14 7 فين العدد الذري؟ السبعه. اول واحد هيتملى باتنين، يتفضل 5 هحطهم في المستوى اللي بعديه يبقى 2 و5. هسيب لك الاربع امثله التانيين تحلهم وتوريني الاجابه بتاعتهم. تمام تمام. يلا بينا. بيقول لي هنا في الاسئله المتنوعه بقى، عنصر عدده الكتلي 23 تدور الكتروناته في 3 مستويات طاقه، وعدد الكترونات مستوى الاخير نص عدد الكترونات مستوى الطاقه الاول. بص بقى عشان الاسئله دي مهمه وبتيجي برضو، انا مش بتاع مخلل زي ما قلت لك. تمام. فهو كده برضو الاسئله دي بص اتكررت معانا كتير، فهتلاقيها بتيجي معاك. ممكن لو حب يغلس عليك هيجيب لك اسئله فيها فكره زي دي شويه. ركز معايا. بيقول لي هنا عنصر عدده الكتلي 23 بتدور حواليه الكترونات، الالكترونات اللي في مستوى الطاقه الاخير بتاعه هو بيتملى في 3 مستويات. المستوى اللي في الطاقه الاخير بتاعه نص عدد الالكترونات اللي في مستوى الطاقه الاول. طب انا الاول عندي كام؟ كي بيتملى بكام؟ بيتملى ب2. فهنا 2 يبقى اصبح هنا هيتملى بالنص، هيتملى بواحد. يبقى عندي هنا 2 وهنا 1. اللي في النص اكيد كده مملي كله. ليه؟ لان هو طالما ملى في الاخير 1 يبقى ده مكتمل. يبقى 2 8 1، 2 8 1، 2 و8 10 و1 11. يبقى احسب العدد الذري هيطلع ب 11. خلاص. احسب عدد النيوترونات في النواه. عدد النيوترونات يا مستر، عدد النيوترونات يبقى العدد الكتلي ناقص العدد الذري، وانا لسه جايب العدد الذري ب 11 وعاطيني الكتلي ب 23. ب 3 وكام؟ و20. اطرح 23 ناقص 11 يطلع لي 12 نيوترون. جميل اللي جميل. يلا بينا نخش بعد كده على رقم 2، عنصر عدد الكتلي 40 وعدد النيوترونات 20. حدد عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات اللي مكتملة. طيب هو قال لك عدد الكتل 40 وعدد النيوترونات 20، اقدر اجيب عدد البروتونات اللي هو العدد الذري؟ اللي هو 40 ناقص 20 يطلع لي 20. يلا وزع. 2 اول واحد اتملى، 8 ادي كده 10 تاني واحد اتملى، 8 يبقى 18 تالت واحد اتملى، 2 هل الاخير اتملى؟ ما اتملاش. يبقى هو هيتملى في كام واحد؟ هيتملى في 3 مستويات طاقه. يبقى عدد مستويات الطاقه المشغوله بالالكترونات اللي هي فيها كل الالكترونات كام واحد؟ 3 2 8 8. الاخير فيه 2 بس، ده لسه ما اتملاش. عدد الالكترونات الموجوده في مستوى الطاقه الخارجي. ايه مستوى الطاقه الخارجي دي يا مستر؟ اول مره اسمع عنها. هي مش اول مره تسمع عنها بس هقول لك عليها تاني. مستويات الطاقه الخارجي اي ذره المستوى الاخير بتاعها اخر مستوى موجود بسميه مستوى الطاقه الخارجي. بمعنى اصح مستوى الطاقه الاخير. مستوى الطاقه الاخير يبقى 2 8 8 2. يبقى الاخير فيه كام الكترون؟ فيه 2 الكترون. يلا بينا. بيقول لي الاشكال المقابله تمثل انويه نظائر عنصر الهيدروجين، اكتب كل منها. طيب تعال نبص على اللي جوه النواه، النقط الصفراء والبرتقالي اللي جوه دي. اول واحده في واحده بس يبقى دوت اول واحد اسمه البروتيوم. طيب تاني واحد فيه 2 يبقى اسمه الديوتيريوم. طب تالت واحد فيه 3 يبقى اسمه التريتيوم. ما النظير الذي لا تحتوي نواته على اي عدد من النيوترونات؟ قال لي اول واحد. ما انا خلاص حفظت بقى مستر. اول واحد العدد الكتلي بيساوي العدد الذري، فلما اجي اطرحهم من بعض عدد النيوترونات هيطلع معايا بصفر، فهو الوحيد اللي مش هيبقى فيه نيوترونات. جميل جميل. الجدول ده هسيبك تحله. هنخش على اسئله المهارات التفكير العليا، دي هنسيبها ان شاء الله للفيديو اللي جاي اللي بتاع يوم الجمعه. كده انا حليت معاك جميع اسئله كتاب الاضواء. جميل. ما سبتلكش سؤال، ولو سبت لك اسئله فانا سبت لك عشان انت تتمرن، عشان تلاقي حاجه تمرن فيها ايدك وتبعتها لي. يا عم حلها ونزلها على جروب الفيسبوك وانا هصححها لك وهرد عليك بنفسي. اتفقنا؟ اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليك وتكون استفدت ومركز معايا، والفيديو كده يكون خفيف عليك. تمام. انتظر الفيديو بتاع الحل دوت كل يوم حد باذن الله، وحصتك كل يوم سبت. اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا. ارجو من حضراتكم الالتزام علشان اقدر اوصلك للي انت عايزه. والله لو فضلت معايا يوم السبت تتفرج على الحصه ويوم الاحد تتفرج على حل الاسئله مع حل الواجب اللي في كتاب الامتحان، اقسم لك بالله انت ما هيفوتك اي سؤال. ده غير ان انا لسه هجيب لك اسئله من حاجات مصادر تانية هتفيدنا برضو. فارجو من حضرتك ان انت تهتم معايا. انا اهو بقدم لك كل حاجه
مني لحضرتك، مش عايز منك اي حاجه، بس عايز اطلب منك حاجه واحده، وهي ديت واقفه عليك انت، ان انت تركز معايا. اتفقنا؟ واحنا لسه في اول السنه فاجتهد كده واعمل اللي عليك علشان ربنا يكرمك، لان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. يعني انت لو احسنت العمل ربنا مش هيضيع التعب بتاعك. اتفقنا؟ واشوفكم على خير ان شاء الله الحصه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.